أهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ ابراهيم. الله يسعدك شيخ محمد ويسعد المتابعين. أبى أختصر وما بطول. طبعا محمد قال لي قصة قبل فترة عن واحد ظلمه، وش صار في هذا الظالم، فقلت بدل ما أنا أنقلها أبغاه هو ينقلها شخصيا لكم. قول القصة يا شيخ محمد باختصار. الله يحفظكم. القصة هذه أول شيء نستفيد منه معناه عندك أرض تقول فرصة الحرم أيوة والكعبة حق مكة اسمعوا، واللي في المملكة يجون عمرة فرصة اسمعوا. عندكم والله فرصة كبيرة مرة. أنا كنت في البلد يعني في الصومال أيوة. فكنت أبغى أن أجي إلى الجامعة، فبعنا الأهل باع أرض يعني. اللي جنبنا قال كيف بعتم؟ هذا حقي. وهي أرضكم أنتم؟ هي أرضنا حقكم مالكم حلالكم. فكان شيخ محمد فالله يحفظك أخي، كان عنده الرجال ده كان عنده مال، وكان ضابط كبير يعني. ضابط كبير في دولة الصومال. ف معنا نحن تحيرنا يعني، لأن ما كنا نعرف سيستم المحكمة كذا. هو يعرف كل مكان، يعرف المداخل والمخارج، يعرف كل شيء، ولو معارف ولو ناس ولا أي والله. وانتم خايفين ان ما لكم احد، انتم ممكن تنظلمون وياخذ ارضكم. اي والله. ايوه كنتوا شايلين الهم هذا. ايوه. ففجأة جئت الى الحرم، سويت الطواف، دعوت الله هذه الايام. حجزت مباشرة، اخذت اقامة؟ ايوه وحجزت. اخذت الاقامة، فجئت فدعوت الله. جيت على مكة على طول؟ بعد القصة هذه بكم؟ بشهر كذا او بشهر ونص كذا على طول، وجيت على الحرم. اي والله. جيت للعمرة. ايوه جيت واثناء تفضل، واثناء الطواف دعوت الله ان يعيننا على هذا الظالم يعني. شوف. ايوه. فرحت فسافرت. اول يوم وصلت الى البلد، جئت مقهى. ايوه. في كراسي، في الناس يجلسون يشربون الشاي يتحدثون كذا. ايه. ففي مجموعة جالسين مكان خاص. واحد قال لي يا شاكر تعال 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 تعال. فرحت إليه، قال في قارورة الناس يشوفوا. أيوة. قارورة فيها لحم أحمر مرة. علبة. أيوة علبة فيها قطعة لحمة لونها أحمر يعني داخل هذه العلبة. طيب. أيوة. فقال تعال يا شاكر، تعرف هذا ما في القارورة هذه؟ قال ما أعرف. قال هذا حلق حق صاحبك اللي لا إله إلا الله. إيش بيه؟ هو جابوا من حلقوا داخل هذه العلبة. أيوة جابوا من هند. طيب شيخ محمد، في داخل العلبة كان في حلق معناها في لونه أحمر مرة. إيه؟ جابوها من الهند. ليش؟ من الهند. قالوا هذا حلق حق صاحبك، جاءوا من الهند. أيوة. عشان هذا الحلق فيه سرطان. لا إله إلا الله. سبحان الله. وهذا الظالم سبحان الله ذهب إلى الهند يتعالج من المرض. والحلقة هذه حتى ما وصل إلى بيته، سووا له استئصال حتى ما وصل. الآن جابوه تو وصل للصومال. من الهند للصومال، ما وصل إلى بيته. أنا معناه قبل أن يشوف أهله أنا شفته. سبحان الله. فتذكرت حينما رحت إلى الحرم وسويت الطواف. تذكرت حينما وصلت إلى الحرم أيوة. سويت الطواف ودعوت الله أن هذه دعوتك، أن يعيننا على هذا الظالم. شوف. وزوجته تقول. وزوجته قبل شهرين أظن، في مرضي. بس كله أثناء الظلم. أثناء الظلم. أيوة كله أثناء الظلم. إيش صار في زوجته؟ كانوا معنا ساهرين الأهل كله بالمرض حق الأب. فقالت أنا أبغى نوم. تعبوا يعني مع مرضه. أيوة. قاعدين عنده. أيوة. يعتنون فيه وكذا. فنامت. ففي الصباح هي ماتت يعني. لا. طيب يا شيخ محمد، أخي الكريم، الشاهد هذه القصة أنا في فائدتين. الفائدة الأولى خطيرة الظلم. يا الله، ظلم ظلمات. ظلم يقول لك دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله. ودموع المظلوم صواعق في السماء. سبحان الله. بسهل الموضوع. والثاني لأنصرنك ولو بعد حين، الله قالها. أيوة. سبحان الله. والثاني فرصة أهل مكة
ليه؟ لأن بينهم الحرم، يا سلام. بينهم الكعبة، بينهم القبلة، احنا بينهم الطواف والملتزم والحرم. سبحان الله. شغل سيارتك، معاهم فرصة كبيرة. شغل سيارتك على لمن الحرم. يوفقه، لمن يوفقه الله سبحان الله. فنحن من أهل مكة عندنا فرصة كبيرة مرة. الحمد لله. طيب شيخ محمد، أنهي الموضوع. الله يحفظك. بالله بعد ما دعوت عليه ما ندمت؟ تفضل. والله ما ندمت صح؟ بعد ما دعوت عليه ما ندمت، لكن بعد ما شفت حاله ووضعه، حاله وهذه الحالة حزنت. سبحان الله حزنت شوي. وهذا دليل طيبة دعوت قلبك. الله بعدين أن يوفقه وأن يقبل توبته وأن يشفيه كده. يا زين قلبك ما شاء الله. الله يحفظك. ظالمك وتدعي له. الله. بس بعد ايش؟ بعد ما فوت خلاص. الأوان. بعد فوت الأوان. طيب يا شيخ محمد، هل الرجل تعالج من المرض؟ مع الأسف لا والله ما تعالج. سبحان الله مات بسببه يعني. مات بسبب المرض؟ أيوة مات. الله عز وجل الله يغفر له ويرحمه. الله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ليه؟ عشان ما توصل للمراحل هذه.